لما بنزهق بقى كده من جو الطبيخ وعايزين نفصل شويه، اول اكله بتيجي في بالنا الرنجه. يلا بينا بسرعه نعمل سلطه رنجه طعمها حلو جدا. اول حاجه نجيب الرنجه ننضفها كويس جدا، وبعد كده نقطعها كده مكعبات زي ما انتم شايفين، او نقطعها قطع صغيره. وهنضيف بقى عليها شويه كده خضار حلوين جدا. هنجيب بصل، طماطم، فلفل حار، فلفل رومي، هنقطعه كده صغيره. بعد كده ننزل بيهم على الرنجه هنقلبها. هنجيب بقى كده شويه زيت حلوين، لو ما بتحبوش الزيت النباتي ممكن تضيفوا عليها زيت زيتون. وهنجيب عصير ليمونه او عصير ليمونتين، يعني زي ما تحبوا. بعد كده اخر حاجه هنضيفها الطحينه. هي دي سلطه الرنجه، هتعملوها في دقايق بجد هتاكلوا احلى رنجه ممكن تدوقها في حياتكم. هنجيب بقى شرايح ليمون كده هنزين بالطبق. وهنشوف بقى الطريقه التانية للرنجه، هنقطعها قطع كده زي ما انتم شايفين، على قد ما نقدر نحاول ان احنا ننضف منها الشوك. وهننزل برضو بشويه زيت وشويه ليمون، وهنزينها كده بشرايح الليمون. بس كده حضرنا طبقين رنجة طعمهم حلو جدا لذاذ. لو حد ما بيحب سلطة الرنجة ممكن ياكل كده رنجة لوحدها مع زيت وليمون. بجد يا جماعة طعمها خطير. وطبعا مع نحاول شوية على عيش قد ما بقى نقدر بقى كده. نقدم كده معاه شوية خضار حلوين، شوية خس، شوية بصل اخضر. ونجيب شوية بصل نقطعهم في مية وخل ونقعهم كده شوية، بيكون طعمه حلو جدا مع الرنجة. شوية عيش سخنين، بجد احلى اكلة بدون بقى وقفة مطبخ كتير، بدون ما نشغل البوتاجاز اصلا. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.